خلاص الكلاسيكو هيبدا يوم الاحد يوم 26، فما حدش بقى يكلمني ويقول لي ماتش ده 3 نقط ومش 3 نقط. ريال مدريد بقى لها 5 مرات هزايم، 5 هزايم متتاليه. فيعني سيبونا بقى، يعني فاهم، عايزين نشم نفسنا حتى معاكم في الكلاسيكو. الماتش ده اصلا مش هيبقى ماتش عادي، الماتش ده هيوقف الكوكب كله على رجل واحده. ليه؟ لان اصلا ريال مدريد متصدره الدوري، واي خساره لبرشلونه هتفضل ريال مدريد متصدره، ولو ريال مدريد خسرت برشلونه هي اللي هتتصدر. يعني الماتش ده مش ماتش الصداره، الماتش ده مين اللي هينام مرتاح ومين اللي هينام ويجي له كوابيس بالليل. وبمناسبه بقى الكلاسيكو ما بين برشلونه وريال مدريد، زمان كان في مقارنه كبيره جدا بين كريستيانو رونالدو وميسي، وده موضوع حلقتنا النهارده. احنا بنشوف المرمى كتير بتتهز وشبك كتير جدا بيتقطع، بس يا ترى بقى مين ملك الاهداف في التاريخ؟ ومين اللي لسه بيجري وبيعافر بعد حتى معدي سن ال 30 كانه لسه بيبدا عادي، كانه لسه لاعب في الناشئين؟ تعالوا بقى اقول لكم الحكايه بالتفصيل. تعالى. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس، كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. عارفين يا جماعه ان معظم اللعيبه بعد ما تعدي سن ال 30 الاداء بيقول لها باي باي بقى ومع السلامه والى اللقاء، بس في نجوم بقى كل ما بيكبروا كل ما بيحلوا. زي عندك مثلا ميسي بعد سن ال 30 ما شاء الله عليه، يعني جاب 321 جول، وده طبعا اكيد رقم محترم. ده غير كمان ان هو كسب 3 كرات ذهبيه، ملناش دعوه بقى هو كسبها ازاي. بس يا ترى بقى الارقام دي هتقدر تقف قدام المنافس اللي اكبر منه بسنتين؟ يا ترى بقى مين النجم اللي هداف اكتر بعد سن ال 30؟ وايه الارقام القياسيه اللي بيكسرها حاليا؟ تعالوا بقى كده نتكلم مع بعض بلغه الارقام المنظمه، الارقام اللي يعني بالظبط. عندك كريستيانو رونالدو لعب لحد دلوقتي 1292 مباراه، ده بين الانديه اللي لعب فيها ما بين سبورتنج للنصر، والبرتغال برضو كانت معاهم. الراجل ده سجل في كل الماتشات دي لحد وقتنا ده 949 جول. لو حسبتها كده بالورقه والقلم هتلاقي ان هو بيسجل كل ماتش 0.73 جول في الماتش الواحد، يعني تقريبا كده 3 اهداف كل 4 مباريات. ده اكيد طبعا معدل جبار، بس يا ترى بقى المعدل ده هيوصل له الرقم اللي اي هداف بيحلم بيه؟ الناس كلها طبعا بتتكلم عن الجول رقم 1000 لكريستيانو رونالدو. 1000 جون عادي يعني، بالنسبه لكريستيانو فانا شايف ان هو عادي. زي ما اتفقنا كده ان رونالدو جاب 949 جول، يعني فاضل له 51 جول لحد وقتنا ده، لحد وقت تصوير الفيديو ده. طب حد هيسالني هيقول لي كريستيانو هيجيب ال 51 جول دول ازاي؟ وهيجيبهم في كام ماتش؟ لو فضل على نفس معدله اللي انا قلت لكم عليه اللي هو 0.73 ده، ممكن في 70 ماتش يجيب ال 50 جول او ال 51 جول. يعني الكلام ده على بعد مثلا موسم او موسمين لكريستيانو رونالدو على ان هو يعمل الالفيه الكرويه دي. طيب حد يسالني هو رونالدو باللي بيعمله ده بيكسر الالفيه بس، ولا في ارقام تانية وحاجات تانية هو بيكسرها؟ ده بقى هيخليني اقول لكم الليسته اللي فيها اكبر لعيبه سجلت اهداف في التاريخ. نبدا بكريستيانو رونالدو ومعاه 949 جون زي ما انا قلت لكم قبل كده. يليه بقى ميسي ومعاه 889 جول، ورقم 3 وهو بيليه ب 762 جول، ويليه بقى في المرتبه الاخيره روماريو ب 756 جول. وراجع ورا الارقام دي واضح كده ان كريستيانو رونالدو متربع على عرش الارقام، ودي حاجه ما نختلفش عليها، واعتقد يعني ما حدش هيعرف ينزله لان ارقامه اكبر من تاني واحد وهو ليونيل ميسي. طب هقول لك بقى على معلومه تانية كده وتركايه، هتقول لي ايه ده معقول؟ رونالدو عنده 486 جون جابهم بعد ما عدى سن ال 30. ايوه بعد ما عدى سن ال 30، يعني فاضل له 7 اجوان بس ويكسر رقم النجم الانجليزي رونو اللي معاه 493 جون، اللي صمد من سنه 1961. الراجل ده بيكبر بس اهدافه بتصغر المسافات ما بينه وما بين النجوم الكبيره جدا اللي محققه ارقام اكتر منه. يعني الخلاصه رونالدو ماشي بمبدا ثابت ومرعب، يعني هو من الاخر كده عايز يجيب ال1000 جول، هتعمل معاه ايه؟ هو عايز يجيب ال1000 جول. المشكله ان هو بيكسر ارقام قياسيه بقى له اكتر من 60 سنه، وده المرعب يا جماعه. صدقوني ده مش لاعب كوره، ده انسان آلي بيتحرك على الارض. بس ده رايي. او مثلا التشبيه اللي انا ممكن افكر فيه ان هو عامل زي توك توك كده ماشي في طريق سريع عكس، بيخلص كل حاجه، بيسلك بسرعه. انا حاسس ان لو الكوره فضلت معاه شويه وهو نايم ممكن يجيب اجوان، يعني عادي يجيب اجوان وهو نايم، مفيش مشكله خالص في الموضوع. بس كده نشوفكم بقى في حلقه تانية ببطل جديد او رونالدو بيحقق ارقام قياسيه تانية، يعني بيكسر ارقام قياسيه تانية. ما تنسوش برضه تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا توقعاتكم عن الكلاسيكو في الكومنتات، وما تنسوش بقى طبعا اللايك والشير والكومنتات، وادعمونا يعني يا رجاله، يعني عشان يعني شارك الفيديو مع اصحابك كده وعرفهم احنا مين يعني وبنعمل ايه. بس كده، سلام.